عراقنا وإيران قولوها واملؤوها في الملأ، هي حرب سنة وشيعة، هي طائفية بجدارة، وإن لم تكن طائفية جعلناها طائفية وسعينا جهدنا أن تكون طائفية. بين خطيب مكة هذا الرجل السديسي وغيره، ويقول بشكل واضح وصريح إنها حرب بين السنة والشيعة، وأنني أقول في كذا وكذا، ويهدد ويرعد ويهدد ويفعل ما يفعل هذا الرجل، ويصر على هذه القضية أنها حرب بين السنة والشيعة. نحن نقول أن الحرب اليوم هي ليست حربا بين السنة والشيعة، بل هي حرب بين الإسلام الأصيل القائم على احترام الإنسان والإنسانية وقبول الآخر والتعايش السلمي، وبين جماعات تكفيرية منبعها وأصلها الوهابية القائمة على الغلظة والجفاء وقسوة القلوب وقلة الفهم والإفراط في الدماء والقتل بالوحشية وغيرها من المظاهر التي شاهدها العالم الإسلامي اليوم. وكلامنا لك أيها السديسي، هذا يمن والفخر نمود دون أسوارها، اليوم يوم الملحمة ما هو بيوم المرحمة، ندعس عبيد المنتظر وندوس روس أنصارها، هبت هبوب العاصفة دمار شامل قاصفة. إذا أردتها أن تكون صفين ثانية فاعلم أننا لن نخذل عليا ثانية، ولن نخدع برفع المصاحف. والله حينئذ لو شبت لا يمنعنا من الوصول إليك إلا كشف عورتك كما فعل سلفك ابن العاص، لأن الحياء والورع ركيزتان أساسيتان في شجاعة علي وأبنائه. والتكريت اليوم شاهدة على رجولتنا وعفتنا وورعنا، والسبايكر شاهد على خستكم ودناءتكم وخبث عنصركم. إنا قوم لسنا نرعد حتى نوقع ولا نسيل حتى ننظر. هكذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام.